من هذه المفاسد التي تحصل من هذه المباريات، يعلقون شباب المسلمين بالمباريات، يعلقون قلوبهم بالرياضة ما يسمى عندهم، وليست برياضة، إنما هي سلب لهذا الدين، ضياع لشباب المسلمين، فساد لشباب المسلمين. فلو أن أناسا لعبوا في مكان ولم يقلدوا الكفار بحركاتهم وبأقوالهم وبلباسهم الشرعي لما أنكر عليهم، لكن الآن علقوا الشباب بالكرة. هل علقتموهم بالمساجد؟ الآن حين يسمعون أولئك الشباب أن ذلكم اللاعب استلم كذا وكذا مليون، فترى بالابن في الأب، ترى الأب يدفع بولده إلى المباريات يتعلم كرة القدم. أليس هذا موجود؟ بلى يا عباد الله، علقوا قلوب شبابنا بالكرة. أين طلاب المساجد؟ أين حفظة القرآن؟ أين عمار المساجد؟ أين الخطباء؟ أين المحاضرون؟ أين الآمرون بالمعروف؟ أين الناهون عن المنكر؟ علقتم قلوب شباب الإسلام بكرة القدم. أما تستحيوا من الله جل وعلا؟ وبالأخص في مثل هذه الظروف، فصار كثير من أبناء المسلمين علقوا قلوبهم بكرة القدم من أجل أن يتحصلوا على كذا وكذا من الأمر.